بصراحه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا عايش يا جماعه، شفتوني وانا بموت؟ شفتني وانا ميت؟ شفتوني يعني تجربة الغرفة الخامسة يمكن تجربة فريدة يعني جريئة، بحد ذاتها، جريئة جدا وجريئة. يعني سمعنا كمان انه حيكون في جزء ثاني للغرفة الخامسة، لو تخبرنا شوي معلومات أكثر عن هالموضوع. ماهر بيحضر الجزء الثاني، طبعا دوري في الجزء الثاني هيكون اصغر بكتير، يعني هيكون ظهور كضيف شرف مش اكتر. بس ان شاء الله الجزء الثاني هيكون تحضيرات، وتقدري تقولي تعلمنا من اخطائنا في الجزء الاول. اخطاء اكيد، لانه اول تجربه، اول وقوف فيه بعض الملاحظات كانت من الجمهور، احنا حلو. مركزين عليها قوي يعني. حلو كثير. راح يكون الجزء الثاني في بادجت؟ ان شاء الله حتكبر البادجت؟ لا اكيد ان شاء الله. يعني محمد اكيد تجربه كثير حلوه ومشاركه حلوه كثير لك. خلينا شوي ننتقل لوظيفتك ودورك بالحياه الاساسي اللي هو مصمم اعلانات. هاي المهنه انت درستها ولا حبيتها؟ انا درستها لا درستها ببقى مستمتع قوي وانا بصمم حاجه. البوسترات بتاعت الفيلم تصميمي على فكره. حلو. البوسترز للفيلم انا اللي صممتهم، عشان بحس انه فيها تقدري تقولي ابداعك الخاص. حلو. اختيارك الخاص للالوان، للصور، شغلك يعني، دماغك يعني. طب ولما بتصمم انت اعلانات بشكل عام، منين تستوحي افكارك؟ يعني الوحي منين بيجي؟ على نوعيه الاعلان اللي انت شغال عليه. يعني في خلينا نقول مثلا انا كنت بصمم غرفه 5 في المرعب، كان لازم هيبقى تركيزي في التصميم انه يكون في حاجه رعب بتدل على المحتوى الفيلمي. دي صور من مهرجان مهرجان خليج السينمائي. كيف كان المشاركه؟ كيف كانت ردود الفعل على الفيلم؟ انا صعقت في العرض الاول للامانه يعني. ده يوم الحفل ختامي. صدمت في العرض الاول لانه فوجئت بانتهاء التذاكر قبل بدء العرض بساعتين، وانا في نص العرض ببص ورايا لقيت الناس قاعده على السلالم يعني. فكان احساس جميل جدا يعني. فالحمد لله. فوتوغرافات؟ في اول واحد جه سلم عليا بعد الفيلم كانت عائله هنديه، يعني انا الفانز بتوعي بداوا من الهند بصراحه. لا اتصوروا معايا. طيب كويس. طبعا خلينا نرجع شوي للاعلانات. لما تصمم اعلاناتك من وين نقدر نقول تستوحي افكارك؟ من الحياه، وبعدين لازم تبقى متابع تقدر تقول الالوان اللي طالعه موضه دلوقتي مثلا. كمان لازم تبقى مركز فيها عشان تصميمك يعني. في بعض الحاجات بتبقى في الديزاين بتبقى كل فتره في شيبس جديده بتنزل عشان تتابع دايما. لازم عشان ما يبقاش تصميمك قديم يعني. يعني انت ما ينفعش تشوف تصميم من سنتين هتلاقيه مختلف، او هتلاقيه فيه حاجات مستخدمه في لازم دايما في تجديد. اكيد، في نوعيه الخطوط، في الالوان، في كل حاجه. محمد، يعني غير تجربتك بالغرفه الخامسه كان لك تجربه في مسرحيه، عمل مسرحي مزبوط؟ لا، كعمل مسرحي كان مدرسي. تسويق، كان مدرسي. يعني ما يعني كان بسيط. كان بسيط. لا كان تقدري تقولي بس اخذت جرأة يعني ان انا جرأة اكثر يمكن اعطاك يمكن انه ممكن انك انت تفوت مجال التمثيل اكثر واكثر. بس عارفه اقول لك على حاجه، ايام العمل بتاع المدرسه ما كانش الموضوع مش في دماغي سيريس، يعني الرهبه اللي حسيتها اثناء تصوير الفيلم، فانا طلعت عين ماهر يعني. طلعت عينه اول يوم تصوير. في شريطين خلصوا، انا بعترف. شريطين خلصوا، هو كان عايز يحط اللقطات دي، قلت له لا بلاش فضايح. دايما لازم كنت عنده طولة البال. لا يعني هو تحملني. يعني انا الحمد لله يعني بعتبر نفسي قدام الكاميرا جريء. اول ما ماهر يقول اكشن يلا هنمثل، راحت الجرأة، راح الكلام نسيت كله بالخليجي انجا يعني وايد. طب بين كل مثلا كل هذول الاشياء اللي تتمتع فيها ما شاء الله عليك، وين نشوف روحك اكثر؟ يعني بالغناء، بالتلحين، بالكتابه، بالتمثيل، تصميم؟ بص، كل حاجه فيهم فيها روح معينه يعني. بس انا عندي حاجه كده ماشي عليها، انه اركز في حاجه معينه يعني ما ينفعش امثل واغني واذيع واللخبطه دي يعني. فخلصنا فيلم ودلوقتي شغالين كمان في كام حاجه. فاذا انا مثلا حابب اغني، الموضوع هيبقى عندي متاجل يعني، مش دلوقتي. اولوياتك، الخطط التركيز لازم تبقى يعني
ما دام بداتي في التمثيل بقى لازم احط تركيزي فيه عشان اقدر اقدم فيه. بعد ما اخد وضعي او تقدري تقولي اثبت وجودي في الموضوع، اقدر بعديها اظهر للناس موهبه اخرى. حلو ان شاء الله. كمان انت مهندس شبكات، كيف نقدر نقول توفق بين انا العمل؟ اشتغلت جرافيك لاني انا بكره هندسه الشبكات. توضيح بس. ليه بتكره؟ عشان مش دماغي خالص امسك جهاز افرمته يعني لا مش انا درستها وقلت لهم يا جماعه انسوا الموضوع. ما اقدرش، ما فيهاش فن من الاخر يعني بس بالنهايه انت حبيت يعني بالاخير اكتشفت شو الشيء اللي بتحبه وشو الشيء ما بتحبه. محمد، بس يعني محمد لو تخبرنا بشكل تفصيلي اكثر عن شو جديد محمد مجدي بالسنه الجاي تقريبا من ناحيه التمثيل، التلحين، الكتابه، الغناء، كل شيء. طيب اوكي، في مجموعه الاغاني اللي انا بسجلهم انتهيت من تسجيل 7 اغاني. لسه مكمل باقي تسجيل شغلي، مش عشان اغنيه بس توضيح. مش هنزل بصوت، مش هغني. وفي فيلم مع المخرج ماهر الخاجة هيكون بدأنا تصوير، انتهينا من. هل هو الجزء الثاني او غرفة؟ فيلم اخر ان شاء الله هيكون مشاركين فيه في مهرجان الخليج السينمائي الثالث باذن الله. وفي كمان تحضير لغرفة 5 الجزء الثاني. وفي فيلم بعنوان عداد جهنم كمان هيكون مع ماهر، يمكن بدء تصوير بعد رمضان. وفي فيلم مع المخرج مايكل يوسف بعنوان دقايق عمري او بين البشر، لسه ما اخترناش قصتي. قصتك هتكون حول شو اكثر القصه؟ بين البشر بيتكلم بين البشر، يعني شخص ما بين البشر، هو بمعنى انه بتكلم فيه على انه مفروض الطيبة الزايدة عن الحد، مش لما نيجي نتعلم من أخطائنا نحول طيبتنا إلى شر مطلق. إزاي نقدر لما نتجرح إنه نحتفظ بالجانب الكويس اللي جوانا، وننتبه من أخطائنا عشان ما تتكررش. لأنه في ناس الموضوع بيقلب معاهم شر خالص، يعني بتلاقيهم قال لك لا خلاص الدنيا سودت ولا حب لا حياة، زي الأخ اللي شايف إنه كل الدنيا. هذه كانت مبالغة، هذه توضيحيا كانت مبالغة. لا أكيد في كثير أغاني سلو رومانسية بس ما بالرأس عليه. مصر هو. لا في بس مبالغة فقط لا. طيب بيرقصوا سلو على ويتني هيوستن ويل اولويز لاف يو، وهي مش رومانسية، في كآبة في الموضوع. هي طريقة الغنى بس اللي نكد بالموضوع. طيب لا بس مبالغة فقط لا. إذا نقدر نقول الفترة الجاية مليئة بالنشاطات إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله. نتمنى لك التوفيق سواء في التمثيل، سواء في الكتابة، سواء في الغناء قريبا. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أنا بجد مبسوط إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأنتم بجد زي العسل. الناس مش شايفاكم ورا الكواليس بتعملوا في مقالب بتحصل في الكواليس، بس بجد شرف كبير ليا اكون متواجد معاكم النهارده، وبجد سعيد وشكرا على اللقاء، ويا رب نكون كان دمنا خفيف عليكم وعلى الناس. اكيد ان شاء الله. كان معنا محمد مجدي اليوم، ختامها مسك مع هالمجموعه الكبيره من الاعمال اللي قدمها. اكيد راح يكون لنا لقاء جديد بكره انا وبسانت. تابعونا بكره حلقه جديده من برنامج